يبدو أن النجم المغربي حكيم زياش في طريق العودة للملاعب الأوروبية بعدما دخل ضمن دائرة الاهتمام النادي سيلتا فيغو الإسباني خلف التنطيقة الصيفية الجارية. من جانب آخر، وفقا لما كشفه الموقع الإسباني، فإن إدارة سيلتا فيغو تدرس بجدية خيار التعاقد مع حكيم زياش في إطار تعزيز التركيبة البشرية للفريق استعدادا للموسم الكروي الجديد 2025 و2026. المصدر ذاته أشار أيضا إلى أن هذه الخطوة جاءت بتوصية مباشرة من المدير الرياضي للنادي، الذي يرى في زياش إضافة نوعية على المستوى الفني لما يتمتع به من تجربة واسعة وقدرات هجومية متميزة. ويرى مسؤول النادي أن ضم زياش لن يشكل عبئا ماليا كبيرا، خاصة وأن اللاعب حاليا حر من أي ارتباط تعاقدي عقب فسخ عقده بالتراضي مع النادي الدحيل القطري، ما يفتح الباب أمام انتقاله دون حاجة إلى دفع قيمة انتقاله. وتعزز رغبة زياش القوية في العودة للملاعب الأوروبية من حدود إتمام صفقة لسما بعد فترة قصيرة في الدوري القطري، ويسعى من خلالها اللاعب المغربي لاستعادة فريقه في أحد الدوريات الخمس الكبرى بعد التجارب السابقة في من تشيلسي إنجليزي وأياكس الهولندي. كشف آدم أزنو اللاعب إيفرتون والمنتخب المغربي عن كواليس اختيارات زميله السابق في الفريق لامين يامال، الذي فضل تمثيل منتخب إسبانيا رغم أصوله المغربية. وفي تصريح خلال مروره في برنامج، قال أزنو عند سؤاله عما إذ كان قد حاول إقناع يامال باختيار أسود أطلس: لا لا لا، لم أدفعه لذلك، لأنني كنت أعلم أنه سيلعب لإسبانيا، كنت أعلم أنه سيتخذ هذا القرار. وأضاف اللاعب الشاب: قلت له أنت ستبقى وأنا سأغادر، سأتبع قلبي، افعل ما تشاء، اتبع ما تريده، لكنني أحترم قرارك تماما. ورغم أنه لم يحاول التأثير على اختيار زميله، إلا أن أزنو أكد أنه لو كان في مكان يمل كان سيختار تمثيل المغرب حيث تابع: نعم، لو كنت أنا بوضعه ومع أفكاري الحالية لاخترت المغرب، لكن أنظر إليه الآن، إنه بطل أوروبا في سن 17. يذكر أن لامين يامال تألق رفقة المنتخب الإسباني في يورو 2024، وساهم بشكل كبير في التتويج لاروخا باللقب القاري، بينما يواصل أدم عز مسيرته الدولية مع المنتخب المغربي طامحا في تألق الحضور في قائمة كأس أفريقيا المقبلة. وإلى أن الزروري، أعلن نادي باناتينيكوس اليوناني يوم السبت عن تعاقد مع اللاعب الدولي المغربي النزروري قادما من نادي لانستر الفرنسي في صفقة إعارة تمتد حتى نهاية الموسم مع خيار شراء نهائي. ويعد الزروري سادس صفقة يبرمها النادي خلال الميركاتو الصيفي 2025 ضمن خطته لتعزيز التركيبة البشرية للفريق تحضيرا للاستحقاقات المحلية والأوروبية المقبلة. أكد الفريق ريال بيتيس الإسباني عودة الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي بعد التعافي من الإصابة. وأوضح الفريق الأندلسي عودة الزلزولي أجواء التدريب الجماعية مع ريال بيتيس الإسباني بعدما غاب الفترة عن التحضيرات بسبب الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي. ويشارك الزلزولي حاليا في المرحلة الثالثة من المعسكر إعداد الفريق الأندلسي المقام في مربية تحضير البدء منافسات الدوري الإسباني لا ليغا. ويعد الزلزولي أحد أبرز المواهب الشابة في الدوري الإسباني، حيث نجح في فرض نفسه كعنصر أساسي ضمن تشكيلة ريال بيتيس، وقدم مستويات مبهرة خلال المواسم الماضية، مما جعل محط أنظار عدة أندية أوروبية مرموقة. وتلقى الزلزولي عروضا أوروبية يبقى أبرزها عرض النادي كومو الإيطالي ب20 مليون يورو، غير أن إدارة الفريق الأندلسي لم تقبل العرض. ويسعى الزلزولي استعادة مستواه قبل بداية منافسات الدوري الإسباني تحضيرا للمنافسات واستحقاقات المقبلة، ويبقى أبرزها كأس إفريقيا الأمم رفقة المنتخب الوطني.